السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد واحد الكيكه على شكل ديسير كتقدم رائعه. نمشيو المقادير والطريقه ان شاء الله. ناخذوا اناء كنديروا فيه رشيشه د الملحه، 4 ديال البيضات. في نفس الوقت كناخذوا المول كندهنوه بالزبده والدقيق ونحطوه في كونجيلاتور باش تهبط لكم الكيكه دغيا. كنطربوا البيض مع كاس ديال سنيده حتى كيبيض الخليط وكيتضاعف. كنضيفوا واحد الساشي ديال الفلون كراميل وجوج العلب ديال الياغورت بمذاق الكراميل صافي، وكاس ديال الزيت. نخلطو مزيان. في الاخر كنضيفوا 2 كيسان ديال الدقيق ونص وجوج خمارات صافي. نخلطوا العناصر مزيان ونكبوهم في المول. في نفس الوقت الفران سخون درجه حراره 180، كل وحده كتعفر لها صافي. نديرو نكبوه في المول نضربوه على سطح العمل باش يخرج الهواء وندخلوها نص ساعه تقريبا صافي. هانتوما ملي كنديموليوها هانتوما كتشوفوا كيصدقات تبارك الله. كنخليوها تبرد ونرجعوا نديروا الكراميل اللي الفرون اللي كيكون من الفوق. ناخذوا اطروق 4 ديال الحليب، 3 ديال الساشي ديال الفاني وكاس ديال سنيده. تقدري تزيدي ولا تقدري تنقصي. كناخذوا المول اللي كنا دهناه اللي غسلناه ونشفناه ودهناه بالزيت كان حتى كيفيض الفرون. هانتوما كتجي فيه الغليه. كنضيفوا فيه 20 قطعه ديال الشكلاط ونحركوها مزيان حتى كتبرد شويه واحد 5 دقائق. كناخذوا المول اللي كنا درناه في كونجيلاتور بعد واحد ربع ساعه نكبوا فيه الفلون ونديروا الكيكه ونضغطوا عليها حتى كنشوفوا الفلون طالع من الجناب صافي. نخليوها ترتاح ونخليوها في الثلاجه واحد نص ساعه. من بعد كنخرجوها ونديمولوها في صحن التقديم ونزوقوها خطوط بصوص كراميل او صوص ديال الشوكولاط او لوز ايفيلي اللي موجود عندك. كتقدميها بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء في شيء اخرى ان شاء الله.